بنشوف اتنين اخوات نيل واختها الكبيرة ايفا، وبيكونوا عايشين مع ابوهم روبرت في بيت في الغابة. وفي يوم بيشوفوا على التلفزيون اخبار عن انقطاعات ضخمة للكهرباء في البلد، ونيل بتكون في اوضتها وبتذاكر علشان امتحانات قبولها للجامعة. وفجأة الكهرباء بتفصل عن البيت، ونيل ما بيكونش عندها اي حاجة تنور بيها علشان تقرا كتابها وتذاكر، فبتروح تاخد من عربية ابوها كشاف نور الطوارئ. ونيل ما بتكونش مركزة وبترجع للبيت من غير ما تاخد بالها ان باب العربية مفتوح والنور جوه العربية شغال. وتاني يوم العيلة بتقرر يروحوا للمدينة علشان يجيبوا بنزين واكل، ولكن بطارية العربية بتكون فاصلة شحن بسبب النور اللي كان شغال طول الليل. ونيل بتعرف غلطها بعد فوات الاوان، فروبرت بيروح الجراج وبيجيب بطارية احتياطية وبيركبها في العربية، وايفا بتساعده علشان تشغل محرك العربية، بس العربية ما بتشتغلش. ونيل بتشغل الراديو علشان تعرف اخر الاخبار عن انقطاع الكهرباء، وروبرت بيحاول هو وبناته انهم يبذلوا اقصى ما عندهم علشان يحركوا العربية وبيزقوها، ولكن من غير اي فايدة. والوضع كمان بيزداد سوء لما اشارة الراديو بتختفي بالليل، وبتكون العيلة في عزلة بالايام. وفي اليوم العاشر من انقطاع الكهرباء روبرت بيعرف انه يشغل الكهرباء بالمنشار الكهربي، والعيلة بتفرح وبيروحوا فورا للمدينة. لكن في الطريق بيشوفوا ان في ناس كتيرة سابت المناطق السكنية، وكل محطات البنزين ما فيهاش بنزين. والعيلة بتروح للسوبر ماركت، وهناك بيقابلوا العامل وبيكون حذر ومعاه مسدس، لكن لما بيعرف ان العيلة ما فيش منهم اي خطر بيخليهم يشتروا اكل وجاز، وبيديهم شموع للاضاءة مجانا. والعيلة بتروح لمحطة البنزين علشان يمونوا العربية، ولكنهم ما بيلاقوش بنزين، وبيشوفوا عصابة خطيرة راكبين موتوسيكلات وعلى وشك انهم يسرقوا العيلة. فروبرت بسرعة بيسوق بعيد عن المكان وبيروح لفصول الرأس بتاعت ايفا، وروبرت بيروح يشوف اصحابه. ونيل بتروح لحبيبها إلي علشان تقابله، والعيلة بتتفرق لحد بالليل، ولما الوقت بيتأخر بيروحوا لبيتهم. لكن في الطريق بيقابلوا عربية مجهولة قدامهم واقفة في الطريق، فروبرت بينزل من العربية وبيعرض المساعدة، لكن الناس اللي في العربية بيهددوا روبرت بالسلاح. فروبرت بيرجع لعربيته وبيتحرك بسرعة وهو خايف على بناته. وفي تاني يوم روبرت بيقول لبناته ان محدش هيروح للمدينة تاني لحد ما الكهرباء ترجع. ونيل بتكون متعصبة وبتتخانق مع ابوها بسبب انها مش هتعرف تشوف حبيبها إلي، لكن ايفا بتكون عاقلة وبتتفهم الموقف وبتساعد ابوها وبتديله المعدات علشان يقطعوا بيها الاشجار ويحصلوا على خشب. وروبرت بيروح للغابة وبيكون معاه المنشار الكهربي، ولما بيقطع شجرة مسمار بيقع من المنشار وهو شغال، وبتحصل لروبرت حادثة والمنشار بيعوره في رجله. والبنات بيسمعوا صراخ ابوهم فبيجروا بسرعة وبيدوروا عليه في الغابة، ولما بيلاقوه بيشوفوا رجله وهي بتنزف دم كتير وبيبقى فات الاوان على انقاذه. والاب بيقول لبناته وهو بيموت انهم يخلوا بالهم من بعض. وروبرت بيموت وبناته بيعيطوا عليه وبيحضنوه وبيفضلوا قاعدين جنبه طول الليل ومش عارفين يتصرفوا ازاي. ولما بيبقوا نايمين جنب ابوهم بيسمعوا صوت الحيوانات البرية فبيصحوا من النوم وهم مرعوبين. ولما النهار بيطلع ايفا بتجيب معدات من البيت وبيحفروا قبر علشان يدفنوا ابوهم فيه، وبيرجعوا البيت بالليل متأخر وبيحسوا بالحزن على وفاة ابوهم، وبيفضلوا يعيطوا مع بعض على رحيله. وبيعدي شهرين على انقطاع الكهرباء، وبيكون فطار البنتين عبارة عن بيضة لكل واحدة وكوب من المية. وايفا ما بتكونش قادرة تستحمل انها تمارس هوايتها المفضلة وهي الرقص على صوت آلة المؤقت القديمة، وبتقرر تستخدم لتر من ال5 لتر جاز الباقيين معاهم علشان تشغل بيه مولد الكهرباء. وتعرف ايفا تشغل موسيقى، ولكن نيل بتمنعها وبتقول لها لازم يدخروا كل الموارد لوقت الضرورة. فبتتعب ايفا وبتقفل على نفسها باب الأوضة علشان نيل ما تدخلش عليها. وللأسف بيظهر حيوان بري في مزرعة البيت وبياكل آخر فرختين باقيين للبنتين. ولما نيل بتصحى من النوم الصبح بتروح للمزرعة علشان تجمع بيض الفراخ، ولكن كل اللي بتلاقيه ريش الفراخ، وبتعرف ان حيوان بري اكلهم. ونيل بتحس بالاحباط وبتروح لاختها علشان تقول لها على اللي حصل، لكن ايفا بتتجاهلها وبتبقى مش عايزه تتكلم معاها. وفي وقت الغدا نيل بتستنى اختها علشان ياكلوا مع بعض، لكن ايفا بتاخد طبقها وبتروح تاكل بعيد عن اختها وبتسيبها لوحدها. ولما نيل بتنام بالليل بتحلم بكابوس، وبتبقى في الحلم بتهرب من حاجه وهي مرعوبه وبتدور على اختها. وايفا بتسمع صوت صراخ اختها اللي بتحلم بكابوس، فبتصحى وبتحضن نيل علشان تهديها. وفي ليله من الليالي الدنيا بتمطر مطر شديد، وده بيخلي سقف البيت يسرب ميه جوه البيت. فنيل بتنشف الميه اللي بتقع من السقف، وبتلاقي بيضة بلاستيكية فيها قطعة شوكولاتة، فبتنادي على اختها ولكنها ما بتردش على نيل. فبتاكل قطعة الشوكولاتة لوحدها وبتستمتع بطعمها لأنها أول مرة تاكل حلويات من شهور. ونيل بتسمع صوت خطوات اختها فبتخاف وبتحط ورقة غلاف الشوكولاتة جوه البيضة. ولو وصلتوا لحد هنا
اعملوا لايك واشتركوا في القناة وانزلوا في التعليقات اكتبوا لي رأيكم. وبتيجي إيفا وهي متضايقة وبتصمم انها تستخدم الجهاز علشان تشغل المولد وتعرف انها ترقص على الموسيقى لانها مش عارفة تستحمل صوت الآلة اللي بترقص عليها اكتر من كده. ونيل بتحاول انها تخفف على اختها وبتديها البيضة البلاستيك، وإيفا بتفتح البيضة وبتلاقي جواها قطعتين لبان، وإيفا بتكون سعيدة وبتتكلم مع اختها لحد ما إيفا بتلاحظ غلاف قطعة الشوكولاتة، فبتسأل اختها ده معناه ايه، وبتعرف ان نيل اكلت الشوكولاتة لوحدها والاتنين بيتخانقوا مع بعض. وفجأة باب البيت بيخبط والاختين بيكونوا حذرين وقلقانين، وإيفا بتقرب من الباب ووراها نيل اللي معاها بندقية، وبنشوف ان اللي كان بيخبط هو حبيب نيل وانه مشي لمدة ايام علشان يطمن عليها. وفي تاني يوم نيل بتروح مع إلي البيت الشجرة اللي ابوها كان صنعه في الغابة، وبيقول لها ان الحياة في مدينة بوسطن ماشية بشكل طبيعي وبيقنعها تسافر معاه، ونيل بتوافق وبيروحوا يقولوا لإيفا علشان يقنعوها انها تسافر معاهم. لكن إيفا بتبقى عارفة ان دي مجرد إشاعة وان الوضع في بوسطن زي هنا، وبتقول لنيل انها متفهمة رغبتها وانها ممكن تسافر لوحدها من غير إيفا. وفي تاني يوم نيل بتجهز شنطتها وبتودع اختها إيفا وهي متضايقة وبتسيب البيت وبتتحرك مع إلي. وبعد ليلة من السفر نيل بتقرر انها ترجع للبيت وبتودع إلي وبتسيبه لوحده علشان ما تسيبش اختها لوحدها. ولما إيفا بتشوف اختها راجعة بتحضنها وهي بتعيط من الفرحة. وفي الشهر السادس من انقطاع الكهرباء بتدور إيفا ونيل على نباتات صالحة للطعام وللاستخدام الطبي، وبيكون معاهم كتاب عن النباتات وبيجمعوا النباتات الصالحة للأكل. وبالليل نيل بتكون سعيدة وبتقترح على اختها يفتحوا إزازة كحول كانوا شايلينها الوقت ضرورة، ونيل بتفاجئ اختها وبتستخدم شوية من الجاز علشان تملى خزان مولد الكهرباء. والكهرباء بتشتغل في البيت لكن ما بيكونش فيه شبكة تليفون شغالة، والرغم كده الأختين بيقضوا وقت لطيف مع بعض وهما بيتفرجوا على ذكرياتهم مع العيلة. وإيفا أخيرا بتعرف ترقص على أنغام الموسيقى لفترة قصيرة وبتنام. ولما إيفا بتكون نايمة نيل بتستغل الفرصة وبتنقل باقي الجاز المتوفر في برميل تاني. وإيفا بتصحى من النوم وبتروح للباحة الأمامية للبيت وبتقطع الأخشاب بالفاس. ونيل بتكون في الغابة بتجمع نباتات، وفجأة بيظهر عامل السوبر ماركت في البيت وبيفضل يتحرك حوالين إيفا وبيهاجمها وبيعتدي عليها. وإيفا بتحاول إنها تفتح عينيها وبتشوفه وهو بيسرق برميل الجاز وبيهرب بعربية أبوها. ولما بترجع نيل بتشوف أختها على الأرض وهي ما بتتحركش، فنيل بتقلق عليها وبتعيط على اللي حصل لها وبتشيلها وبتدخلها البيت. وبسبب اللي حصل لإيفا نيل بتحس بالخطر فبتقفل على كل المداخل بالخشب علشان تمنع المقتحمين من الدخول. ونيل بتستخدم شوية جاز وبتشغل بيهم المولد وبتشغل الموسيقى لأختها علشان تحس بتحسن. فإيفا بتستغرب لأنها بتبقى فاكرة إن العامل سرق كل الجاز الباقي. ونيل بتغير الموضوع وبتهزر مع أختها وبتخبي عليها إنها نقلت الجاز في برميل تاني، وده علشان إيفا ما تستخدمش الجاز في حاجة ملهاش لازمة. وبيعدي 8 شهور على انقطاع الكهرباء ونيل بتدور على أي أكل باقي في البيت وبتلاقي ورقة مكتوب عليها اسمها. ونيل بتكون سعيدة وبتقول لاختها ان ابوها ساب الورقة دي تحسبا للظروف وللطوارئ، ولكن بيطلع ان كل اللي في الورقة دي عبارة عن بذور قرع. ونيل بتحس بالاحباط وبتقرر انها تزرع البذور في بحث البيت، وهي بتحفر بتقع على الارض وبتحس بألم في ظهرها. وإيفا بتسمع صراخ اختها وبيكون عندها صدمة من حادثة الاعتداء ومترددة انها تساعد نيل، ولكن إيفا بتقرر تتحلى بالشجاعة علشان اختها وبتروح تساعدها. وفي نفس اليوم إيفا بترجع اللي في بطنها وبتعرف انها حامل، ونيل بتتفاجئ لما بتعرف ان إيفا قررت انها تحتفظ بالطفل. وإيفا بتقول لها انها مش عايزة تخسر اي حد بعد كده. وبعد انقطاع الكهرباء ل15 شهر بيكبر الجنين في بطن إيفا، ونيل بتحاول تبذل قصارى جهدها وتتعلم ازاي تعمل عملية الولادة، وبتحمل نيل اختها وبتكون بره علشان تحرس البيت ومعاها بندقية. وفي يوم بتحصل عاصفة شديدة وبتوقع جزء من سقف البيت، وإيفا بتحس بتعب الولادة. ونيل بتوديها البيت الشجرة اللي كانوا بيلعبوا فيه وهم أطفال، ونيل بتولد اختها إيفا وبيكون الجنين ولد. ولما الأختين بيرجعوا لبيتهم المدمر إيفا بتقرر انها تحرق البيت بالكامل علشان اي حد يشوف البيت يفتكر ان الأختين ماتوا في الحريق. وقبل ما يولعوا في البيت بيجمعوا كل الأغراض وصورهم، وبعدها بيولعوا في البيت وبيتحركوا ناحية الغابة المظلمة وبيقرروا انهم يسافروا بالطفل لمدينة بوسطن. وبيخلص الفيلم. ولو عجبك الفيلم اعمل لي لايك واشترك في القناة واكتب لي رأيك في الكومنتات.